ليش لازم تبللي؟ بس حيصير هسه راح تشد. سوي شي قماش؟ اوكي بالضبط. وهذه أطيب تتبيلة صدور الدجاج. تابع الفيديو راح تستفادين هواية. هذيك عندك ما خلصانة ثنائي اوكي. يعني سواليها. السلام عليكم، هلا والله، شلونكم حبايبي؟ اخباركم؟ ان شاء الله يكون بخير. مشتاقة لكم كوميات. اي والله. ما اعرف من ابدي والله. صار لي اشهر ملازمة الكاميرا، وحسيت اليوم لازم ارجع بدون مقدمات بصراحة. اذا مشتاقين لروتيناتنا القديمة، يلا خلوني ابدي يومي وياكم. اليوم شنو عندنا؟ اليوم عندنا تجديدات للصالة وتنظيفات عميقة من كل قلبنا. فشنو؟ أول ما بديت بالتخم، بما إنه صار له هواية عندي، فأكيد اتدرب، وما أقولكم شعر البزون طارسة، فحسيت أني ما أقدر أنظفه بنفسي بصراحة، صعبة علي. فقررت إنه أجيب عمال هم ينظفوا، يعني هاي شغلتهم. ما أحكيكم تنظيفهم مش قد حلو وسريع وخفيفين على القلب، يعني شو تقولهم يسمعون كلامك، وينظفون حتى اللي ما له داعي يتنظف ونظيف هم ينظفوه، يعني تنظيف عميق. وحتى يعني عطر وكذا، يعني كلش عجبوني. وبالنسبة لي أنا كنت متخوفة بصراحة كلش هواية، إنه قلت هاي شلون القماش، الإسفنج، الخشب، يعني قلت أخاف يتضرر شلون، كنت متخوفة. فقلت لهم يعني أخاف القماش يصير عليه شي، الإسفنج أو الخشب. فطمنوني إنه المواد آمنة 100%. وها مثل ما تشوفون قدامكم التنظيف، يعني ما شاء الله عليهم، تنظيفهم كلش عميق. وحتى أي بقعة، حتى هاي الفقسات اللي تشوفوها ما أعرف شنو اسمها، حتى هاي نظفوا لي إياها، يعني رحم الله والديهم. وهنا شو نقول؟ رحم الله امرئ عمل عملا فأتقنه. وهنا أبو عبودي هو اللي يصور. المهم مثل ما تشوفون هذا الشكل التخم بالأخير. طبعا قالوا عندك 4 ساعات ينشف، لأن هم ينشفوه بنفس الوقت بحيث كل شي ما يتضرر من الإسفنج أو الخشب. فهنا أنا ما أخليه 4 ساعات، تدرون بي أسمع كلام. فخليه يوم كامل ينشف على راحته. وهذا شكله، شوفوا شلون شكله صاير، ما شاء الله رجعوا ليه جديد، والحمد لله ماكو أي ضرر. وهنا تشوفون القلوبات شلون ترمش. طبعا أنا بوقتها جبت زايد مناقص من هاي القلوبات، وهسه شنو أجا دورها إنه نجيب كهربائي يبدلها. أي. وشنو بنات، كل التجديدات راح أشاركها وياكم بالفيديوهات الجاية. شنو راح أسوي؟ راح أنزله، فتابعوني. هسه شنو؟ تعالوا نسويكم تتبيلة صدور الدجاج اللي تخبل. ما أحكيكم، أنا وعبودي طابين جيم، فلازم أكل صحي 100% وبي بروتين عالي. فسويت قائمة تخص الرجيم، أكلات طيبة وصحية من ضمنها صدور الدجاج. بس أنوع بيها، مثلا شو أسوي؟ تتبيلة صدور دجاج أو برجر دجاج أو برجر لحم، يعني أخلي البروتين عالي حتى واحد يحس بالشبع. وهنا راح أشاركها وياكم. هنا دا أنظف التيتي، إحنا نصح لتيتي، لأن من كانوا جهلي لحد الآن أنا أنصح لتيتي، ما أدري ليش. هنا دا ننظف صدر الدجاج، أهم شي يعني تنقعوه بمي وملح وخل شوية حتى تروح الزفرة وتقتل شوك بكتيريا. وطبعا اللحوم ما يستغنى عنها أكيد، فإذا سويت ستيك دجاج راح أسوي ستيك لحم، وإذا سويت برجر دجاج راح أسوي برجر لحم، لأن نحب ننوع. ما أريد أسوي تشكيلة واحدة أو طعم واحد، لأن الواحد يمل. تدرون الرجيم والأكل الصحي بصراحة يعني هو طيب، بس مو مثل لما تخربطين بالأكل. زين انتو أكيد فهمتوني. فأكيد لازم ننوع، لحوم على دجاج، يعني سناكات، يعني نقدر نسوي كل شي بس صحي. فإذا تحبون إنه أنزلكم هيج مقاطع كتبولي بالتعليقات، وإذا أنتو عندكم وصفات طيبة للرجيم هم كتبولي، خلي نسويها سوية. تمام. وهنا دا أنظف صدر الدجاج من كل قلبي، ما تدرون إيش قد أضوج من الزفرة، وأصلا ملمسه يعني لساني دا أحكي ودا باوع
لعبة نفسي. والله بنات ما أعرف ليش يعني كلش ويلي، يعني الأمهات الله يساعدهن. المهم مرة طوع عليكم الفيديو، هنا دا نطفة يعني شكو شي بياض وخرو لأن هو هذا أصل الزفر، فهنا دا نطفة راح يكمله وراها راح أقطعه شرائح. إيش قد يتحمل الصدر تقطعي؟ نصين 3 4 قطعي، إيش قد ما يكون رفيع بعد أحسن. وإذا كان سميك شوية يعني الأفضل إنه ندقه. ليش ندقه يا صفاوي؟ حتى يتشرب الصلصة من كل قلبه ويصير الطعم لذيذ جدا. وهنا مثل ما تشوفون القطعة السميكة السمينة هيجي أشرحها من فوق شوية حتى تتشرب الصلصة. وهنا مثل ما تشوفون بديت أدقه، يعني أنا بصراحة سويت بدون دق وسويت بدق، حسيت اللي أدقه يتشرب الصلصة أكثر ويستوي أسرع. وهنا بعد ما كملته وغسلته، وهنا راح نبدي بالصلصة مالته. راح نضيف لبن، تشوفون الحجم مالته، أي لبن عندكم سووه. وهنا عندي ثرمة بصل راس صغير ناعم، وثوم مهروس فصين، فص واحد انتي براحتك، بس الأفضل إنه تخليه لين يقتل الزفرة، وبرشة ليمون حتى انتقم من الزفرة بعد. اي بنات أنا هيجي. المهم وهنا راح أخلي الأوريجانو كمية كثرة بيها لأن كلش الطعم يطلع طيب. وهنا راح أخلي 2 مغلفات من الماجي، ولا تخليه ملح لأن هو بيه ملح، تمام. فهذا صدر الدجاج ترى كيلوين، تمام، فتحط له مغلفين كلش كافي. وهنا عندي ليمونة عصارتها كاملة نفس اللي قشرناها نعصرها. نطلع روحها بعد. وهنا راح نبدأ نضيف التوابل البهارات اللي هي بابريكا، راح نخلي أول شي ثوم مطحون هيجي شوية زيادة العبد السادة. وهنا راح نخلي بابريكا باردة مو حارة، أو حسب انتي إذا تحبين حارة خليه حارة بس ما أنصح. اي ونخلي فلفل أسود حسب الرغبة، يعني حطيت شي قليل. يعني هاي التتبيلة كلش حبيناها أنا وعبودي، يعني كلش طيبة، وسوها بنات أكيد راح تعجبكم. وندمج المواد، يعني أنا ما أعرف الخاشوقة. وهنا نبدأ نخلط، بما إنه أنا ما أعترف بالخاشوقة أو الملعقة فأسوي بيدي. يلا خلينا نخلط بيدنا على البركة وبسم الله. نخلط 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 لحد ما يتجانس كل المكونات. وشنو بنات ما راح نستخدمها رأسا، راح نخليها بالثلاجة لمدة يوم كامل. هنا تقدرين يعني مو تخليها بهاي الحافظة، إذا عندك أكياس فصليها كل كيس انتي اللي يكفيك انتي وابنك انتي بوحدك، شوفي ايش كم قطعة تريدين، وزعيها بأكياس وخليها بالفريز لمدة يوم كامل. واللي تريدين تستخدميه طلعيه قبل يوم حطيه على السباية مال الثلاجة خليه يفك على راحته. وهنا ايش راح نسوي، راح نضمها بالفريز، راح تتبل لمدة يوم كامل 24 ساعة. وهنا هاي ثاني يوم صار دا أشوفكم وياها شكلها نشف كلية التخم 100%، وراح أبدي أسوي تغييرات وديكورات، فكونوا جاهزين على الفيديوهات الجاية. وهنا راح أبدي أشويها بالقلاية، اللي يريد يستخدم قلاية، اللي يحب يستخدم طاوة، بس أنا عندي أحسن شي القلاية تشيل هواي شغل عني. وهنا عندي بخاخ الزيت، أكيد زيت زيتون كلش يفيدكم بنات، يعني إذا شفتوه قدامكم أخذوه. وهنا مثل ما قلت لكم أنا راح أستخدم كمية، والباقي راح أخليه بأكياس وأرجعه بالفريزر، لأن كنت مستعجلة فخليته بهذي الحافظة. المهم مثل ما تشوفون قدامكم، طبعا هنا راح نبخ عليها زيت الزيتون ضروري، لأن إحنا ما خلينا أي قطرة زيت بالتتبيلة. ليش؟ لأن التتبيلة ما راح تمتص إذا وياها زيت، راح تمنع الامتصاص. تمام. وطبعا أهم شي بنات إنه تحمون القلاية 2 3 دقائق، لأن إذا خليتيه رأسا راح يقوم يذوب مي.
فشنو لازم تسوين؟ تعلقيها ببحدها ما بيها شي، تحميها دقيقتين 3 تحسيها حمت، يلا تبدين تستخدميها. وهنا تعالوا خلينا نسوي الصلصة اللذيذة. هنا راح نسوي صلصة راح ترهم للفتة الباذنجان، فتة الحمص، فتة الدجاج، أي سلطة أتوقع راح ترهم لأن كلش طيبة ولذيذة. طبعا أنا راح أسويها إلي، فبكيف ما أخليها يعني هي أصلا مو سلطة سيزر، بس أنا سويتها لأن صحية، ذيك بيها مايونيز وبيها أشكال وخردل، وأنا ما أحب طعم الخردل أبد لا أنا ولا عبودي. وطبعا أنا دا أخص بالذكر أنا وعبودي لأن إحنا على صفحة مالتنا الأكلات، والباقين ياكلون يعني طبخ عادي أطبخ لهم. المهم نرجع هنا، المكونات كلش سهلة وبسيطة موجودة بكل بيت، اللي هي شنية؟ لبن، رشة كمون، تعصرين نص ليمونة وتخليلها فص ثوم وملعقة راشي تمام حبايبي، وتخلطيها كليتها وتضميها بالثلاجة بين ما نسوي السلطة. وشنو ما أحكيكم طعمها يجنن، حتى إذا تريدون تاكلوها ويا المحمصات يعني الشيبس هاي السوالف كلش طيبة وسهلة وخفيفة. وهنا نحمص الوجه الثاني ونخليه زيت، وهذا شكله شوفوا شلون يشهي. وطبعا راح أسوي بعد وجبة. وهنا راح ناخذ 2 توست أسمر، وراح أبدأ أقطعه مكعبات وأرش بزيت الزيتون وأخليه له، تريدون تحطوا له أوريغانو، تريدون تخلوا له روزماري، تريدون ريحان مجفف، طبعا يعني ريحان مجفف كلش أحبه. أي خليت هنا شوية هيجي ورجعت رشيت عليه حتى يثبت عليه تمام. وهنا نحطه بالقلاية دقيقتين كلش كافي عليه، يطلع مقسب ويخبل مثل ما تشوفوا. وهنا قطعنا الخس. وهنا بعد ما كملنا، طبعا شوفوا بنات انتوا بكيفكم طريقة التقديم، تريدون طريقة التقديم اتيكيت فهذه الطريقة، بس انا بالنسبة لي احب اخلطها كليتها يصير طعمها كلش اطيب وكلش يعني تخبل جربوها ودزولي مالتكم التجارب على الانستغرام، راح اخليكم الرابط اذا حبيتوا. اي هنا راح نبدي نخلطها سوية الخس والصلصة، وخلينا طبعا جبن بارميزان. وهنا راح نبدي نقدم بالصحن، راح تخلون من عندها كمية، عبودي يجي يحبها. اي بنات مثل ما قلت لكم هاي الطريقة اكو، والطريقة الثانية انه خلطيها كليتها سوية كلش عادي، يعني مرات حتى اضيف قطع طماطة، يعني انتو عباكم راح يطلع زفر او شي، لا والله يجنن. اني شباعو اني اكثر بشر اكره الزفر، فيعني تخيلوا اخلي وياه طماطة وعادي اتقبلها، طبعا ماكو اي نقطة زفارة. جربوها وادعولي، صار كم مرة قلت لكم جربوها منو حسبت خد تكتب وهنا شوية رشة بارميزان، وشوفوا الشكل شلون يشهي، عاشت ايدي وسهمكم العافية اكيد حبايبي. واللي هنا راح اترككم ويا الفيديو. طبعا ما احكي لكم انا دا اسوي اشياء جديدة بحياتي، فمن ضمن هاي السوالف يعني اكو عندي مواهب مدفونة فبديت اطلعها، فمن ضمن المواهب راح تشوفوها بتكملة الفيديو. واني ناوية ان شاء الله اسوي لوحة عرضها متر، الطول مالتها 1.5 متر، اريد اسويها للصالة. فهنا راح ابدي اطلع ابداعاتي بالمعجون البارز وكذا. اي بنات ترى انا رسامة لا عبالكم 7 صنايع. فمن هيجي راح ابدي ارجع للرسم شوي شوي اتقوى، لان والله ناسية.
فشنو إذا تريدون فيديوهات هم كتبولي أشوفكم تحبون هاي السوالف أو لا، يعني على طلبات المستمعين إحنا نشتغل، فبراحتكم حبايب، إيش تكتبولي أسوي. إي فإذا تحبون أشاركها أهلا وسهلا، ما تحبون هم أهلا وسهلا. فشنو هسه طبعا ورا ما كملنا رحت سوقت للرسم. تعالوا شوفوا أول لوحة إلي، بس بعدني في شو مسوي بيها هنا يمكم بس أنا كملتها بالواقع. فطبعا دا أحضرها هسه المكانات هاي هاي. بالنسبة للوحة الفوق طبعا هاي راح أخذها كتجربة، وبعدين الرسمة راح تكون على بمتر ونص، حاطها بالصالة. هاي نحطها هنا. بس شنو صار محكم، اعطاني الجهة الثانية. انت متعلم كله بقي والله. لا 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 مو من قلبك، هاي ما سدي هاي انت راح تكسر لي اياها. بابا العوجان حط لي هذني، حط لي هذني ما اقدر. لو انت تلزم لي الكاميرا لو كراد ولا يا شين غير كراد. هاي هنا هاي تليفونك وفى تحسها ضبطها. هاي الخطوات لازم اسويها بالكانفاس. يا ماما بسجل لك. تيك على كيفك لا تشوفي. بس ايش راح نسوي؟ راح نبللها مي من قدام من ورا. ايش؟ ايه رش. خاف المي. ليش؟ من طش. تخاف لا تنشل؟ ها يلا يلا. نفسي لا تحكي عبد الله انا فيلم طيني مالك خلقته. هسه فرها على الجهة الثانية بس لا تخليها تطبخ بالكوشات. يلا رش. ليش لازم تبللين؟ بس حيصير هسه راح تشد. سوي اشياء قماش؟ عافية بالحفظ. ها هي ثانك يو. هاي عشت ايدك. ما عملنا شو صار. مو راح نحط طبقة جيسو. شنو؟ هذا الجيسو. بس تخليه؟ لا مو هسه لازم تنشف شوية واحط لها هذا الجيسو. هذا ايش راح يسوي؟ راح يخلي لها طبقة اقدر الون عليها واصبغ عليها واخذ راحتي. تمام يلا انتظرها تنشف وارجع لكم. راح اطير عبد الله